سلام، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. صحة فطوركم. جبت لكم اليوم بقلاوة تاع الحلال. كاين بزاف نسا ما عندهمش ماشينات ويتشهاو البقلاوة وما يقدروش يديروها على جال الماشينة. جبت لكم لهنا بقلاوة تاع الحلال. عندنا هنا 5 كيلات فرينة مغربلة. شوفوا انا كنت غربلتها وعاودت غربلتها لا دوزيام فوا. لازم تغربلوها بيان الفرينة تكون مهوية ما تكونش لاصقة في بعضها. 5 كيلات انا كيلت بالكاس هذاك تاع 220 مليلتر. ودرت لها قرصه تاع ملح. اي حلوه البنات ديروا لها قرصه ملح. ودرت لها نفس الكيله تاع دهان ولا يعني سمن. ودرت له قيس الصبع برك زبده. هذا ما كان. وبقيت هكا نبسس فيها بيديه. ودرت لها هنا شويه لافاني. انا درت لافاني بعطر تاع المزهر يعني. هي عطر البرتقال تجي فيه ريحه المزهر ريحه تهبل. ومن بعد واش نديرو هنا سورتو للمبتدئات احكموا غربال وغربلوا كامل هذيك الفرينه تاعكم اللي تكونوا درتوا لها الزبده باش كي ديروا لها الماء والمزهر ما تتكعبر لكمش وما يجوكمش هذوك الحبيبات فيها. ومن بعد هنا بديت ندير لها كيله تاع مزهر كملتها ماء وبديت نلم فيها غير بالماء والمزهر كيما راكو تشوفوا ونعجن فيها يعني ماشي نعجنها ولا نلمها برك ماشي ما تسحقش عجين ولا. هنا بعد ما لميتها شوفوا القوام تاعها كانت طريه. وزنت لكم درت كاوكاو وكملته بالجوز. جاتني 750 بين كاوكاو وجوز. بصح الاغلبيه درت كاوكاو. الجوز ماشي مليح تكثروا جوز خاطش يتحرق لكم. كاوكاو درتو بالقشور حمصته شويه برك ماشي بزاف. ودرت له هنا كيله تاع سكر. انا الكيله نقصت لها صبع. ودرت له هنا مغرفه كبيره لافاني. ودرت له عطر تاع المزهر تاني. نتوما واش حبيتو ديروا ونخليه يعني نفتلو هكا بيدي برك وندير له شويه مزهر ونخليه ما نكتلوش المزهر ندير له غير شويه ونخليه ومن بعد نعاودو نولو ليه. البنات بالنسبه للكاوكاو كي ديروه بقشور راح يجي فيه بزاف بنينه. ومام في التحمص ما تحمصوش بيان خاطر راح يكمل طيابو في البقلاوه. وبديت ان هنايا العجينه ما قلت لكمش قسمتها. درت 6 طبقات من تحتها و7 طبقات من الفوق. شوفوا كيف راني نحل فيها وندير لها مايزينا ونديرهم فوق بعضاهم يعني 6 فوق بعضاهم و7 فوق بعضاهم هكا بالمايزينا. نحلهم كامل نحاول نحلهم قد بعضاهم ونحطهم فوق بعضاهم باش دوكا نحلهم. العجينه صراحه خليتها ترتاح عجنتها الصباح وتخدمت بها في الليل. شوفوا كيف درتهم فوق بعضهم ورني نحل فيهم. هنا برك حبيت نحلهم شويه باش تعاونني ومن بعد نديرهم فوق بعضهم ونحلهم ضربه واحده فهمتوني. هنا حبيت برك نرجعهم كامل كيف باش كي نكون نحل فيهم ما تهربليش عجينه لي في الوسط ما تجينيش وحده صغيره وحده كبيره. حبيت نديرهم كامل نفس الحجم. العجينه شوفوا نحل فيها بسهوله تجي طريه. تحلوها بسهوله يعني ما تتعذبوش كامل معاها وتمشي لكم. استعينوا بالمايزينا. انا شوفوني نستعمل في المايزينا اني ندير فيها بين العجين برك كي نكون راح نديرهم في سنيوه ننفض هذيك المايزينا ما نخليهاش. شوفوا انا كي درت هذوك ال6 طبقات شوفوا كيف راني نحل فيهم كيف ما يهربوليش ونحلهم كامل كيف. سمحوا لي برك بالك راهو يبان صوت التراويح الله غالب. هذا هو رمضان وحاجه مليحه هذه ايام مباركه وان شاء الله العقوبه العام الجاي ان شاء الله. شوفوا البنات كيف حليت العجينه تاعي. شوفوا كيف حليتها. انا حليتها كبيره على سنيوه تاعي. دوك نوري لكم سنيوه استعملت تاع 24 على 30 من داك كاين تاع 25 على 30 نفسهم تقدروا تستعملوهم كامل. انا هنا عندي 24 على 30. شوفوا حليت العجينه كبيره عليها. حكمت هذيك السنيوه تاعي دهنتها بالسمن وبقيت نحي في هذوك الاوراق تاع اللي حليتهم نحي فيهم بالورقه وندير وبين ورقه وورقه ندير السمن ونسقمها هكذا وندير السمن نزيد نحل نزيد نديرها نزيد ندير السمن. هذا ما كان. شوفوا هنا شويه تقطعت لي البنات خاطش انا رققتها فوق اللازم. رققتها فريمون رققتها. نتوما يعني هي ترقيها برك انا ما كثرتش بيناتهم المايزينا على بها شويه بداو يلصقوا لي. نتوما كثروا المايزينا وبعد كي تحلوها نفضوها فهمتوني باش ما تتقطع لكمش.
انا ما درتش كميه كبيره بيناتهم تاع مايزينا بها لصقوا لي شويه، بصح الحمد لله يعني جاتني بنينه وجاتني ميم هذوك الورق كي رققتهم صح عذبوني باش حليتهم كامل، بصح جاتني مقرمشه وجاتني مورقه بزاف يعني تبان تاع الماشينه ماشي تاع اليد. راكم تشوفوا الورقات شحال رقاق، وهنا ما يهمنيش يعني لا تقطعت لي شويه ولا اي كاين نخدها لتحت تحميها يعني باش تخرج لي لداخل. بعد ما كملت هادوك 6 طبقات كامل، الطبقه الاخرى اللي نديرها ما نديرش فيها السمن، نجيب هذاك الكاوكاو تاعنا والجوز اللي كنت درت له غير شويه من زهر، ندير له زوج مغارف كبار تاع زبده دايبه، زبده ولا سمن كيما تحبوا. انا هنا استعملت زبده ونبقى نفتل فيه بالمزهر. شوفوا البنات ما تعجنوش افتلوه، لازم يكون مزربع ومفتول. اكو تشوفوا يد دخلت من تحت هذيك يد ماما دخلت تشوف اذا نزيد له ولا لا. كنت عارفوا الامهات يحبوا يمدوا اللمسه تاعهم. ربي يحفظها لي ويحفظ لكم كاع ميماتكم ان شاء الله. هنايا بعد ما درت هذاك الكاوكاو وسويته بيان، بديت ندير في الطبقات تاع الفوقه، بقيت ندير في السمن. شوفوا هنايا كي كترت المايزينا بيناتهم، شوفوا شحال جاوني الورقات شابين وما جاونيش يعني ما تقطعوليش كامل هاد الورقات خاطش كترت بيناتهم المايزينا. شوفوا البنات اكو تشوفوا كاين حبيبات صغار في نقاطي صغار في العجينه، هادوك يعني تقاست لي شويه العجينه بلا فرص عبيها جاو هادوك الحبيبات. هذا ما كان كي كنت نحل فيها تقاست لي بشويه كاوكاو وبقيت ندير فيهم هكا طبقات. البنات راني نزرب في المقاطع خاطر شغل حاجه سهله، راني نحي برك بعد ما حليتهم كيما المره الاولى كيما وريت لكم، وراني ندير فيهم راني نزرب فيهم خاطر الفيديو جا بزاف طويل باش ما تتقلقوش. المهم هنايا راني درت لكم 7 من الفوقه و6 من تحت. كاين تان مقاطع ما درتهمش، كاين وين ما كنتش نصور. المهم راني عطيتكم العدد ووريت لكم الطريقه كيف تخدموا. بعد ما نديرهم كامل نحكم بالحلال ونديرها هكا شو نقطع العجينه من فوق غير بالحلال هذوك الحواف ونحكموا. حبيتوا تقطعوهم كاري، حبيتوا تقطعوهم هذاك الشكل تاع البقلاوه نسيت معين نو نسيت. المهم هذوك حبيتوا تقطعوهم دبر راسكم. انا تبحر لي هذاك الكاري اللي كنت نقطع به البقلاوه وين حوست عليه ما لقيتوش، لقيت هذا الكاري درت به. مع الاول بانت لي كبيره ومن بعد كي طيبتها صغارت شغل بانت لي صغيره ما جاتنيش كبيره بزاف. درت الجوز. شوفوا البنات نتوما كي تحبوا ديروا الجوز الفوقه ولا اللوز ولا ديروه على الاقل 4 ساعة في الماء باش ديروه. انا ما درتوش هنا في الماء وتحرق لي كامل كي طيبته. اني عاودت درت جوزات واحد اخرين. نتوما من الافضل انه ديروه في الماء، تخلوه واحد 4 ساعة في الماء بعد تنشفوه مليح بالبابي وديروه فوق البقلاوه. شوفوا هنا كيف حمرتها يعني طابت لي ما شاء الله. درت لها ميم با كيلو تاع عسل خاطش قيس المكسرات قيس العسل تسمى ما كملتش الكيلو هذاك تاع العسل وخليتها تتشرب وقطعتها. وهذه هي النتيجه النهائيه. صراحه جاتني بزاف بنينه، اللون تاعها بزاف شباب. نتمنى تكون نالت اعجابكم ونتمنى تشاركوا الوصفه مع صحاباتكم احبابكم اللي تحبوهم يديروا اللي على بالكم باللي ما عندهمش ماشينه. وبقوا على خير.